الغزالات اليوم ان شاء الله غنمشي بكم للمطبخ الليبي. هو بصراحة ماشي نفس الطريقة ولكن بطريقتي انا. واحد الرز غزال غزال، تنتمنى يعجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير والضغط على الجرس. يلا بينا نشوفوا الطريقة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله واحد الرز غزال غزال. تنحتاجوا ليه المقادير التاليه. عندي اللحم، انا عندي هنا اللحم الغنمي، ما غاديش نقول لكم العبر بالضبط حيت كل واحد والعبر ديالو، كل واحد والقياس ديالو على حسب العائله ديالو. عندي جوج بصلات كبار مشلضين وعندي وحده متوسطه. بالنسبه للعطريه عندي ملعقه ديال الجنجبيل، فلفل اسود ابزار، والكركم وبابريكا تحميره وبهارات مشكله. الى عندكم المروزيه زيدوا عليها شويه ديال القرنفل وتولي عندكم البهار ديال هذا الرز. المهم اول مرحله غادي ناخذ البرمه او الطنجره، نحطوا اللحمه ديالنا ثم نزيدوا عليها البصله. عندي بصله متوسطه شرائح. انا غادي نقول لكم من الاحسن نقول لكم المقادير على بالمراحل ديال الوصفه من الاحسن. تنشحروا اللحمه واحد شويه. ايوا هي الغزاله دوك جوج بصلات الاخرين اللي مشلضين غادي نديروهم يتفوروا على ما يتشحر ليا اللحم ونمرقو. المهم غتكون البصله الوات غتكون دبلت واحد شويه وغادي ناخذوها نديروها في اناء اخر. عندي هنايا شويه القديد، راجلي تيحمق على القديد، هذه ماشي في الوصفه، هذه غير اضافه حيت تعجبنا القديد. المهم درت واحد الطريف، عندكم ديروه ما عندكمش ماشي مشكل، يعني هذا غير اضافه وصافي، ما كايناش في الوصفه نهائيا. المهم عندي معلقه ديال الطماطم ديال الحك، طماطم مصبره، معجون طماطم. وعندي العطريه ديالنا اللي هي الابزار وسكينجبير والكركم والبابريكا ولا التحميره. صافي وحركي وشقلبي. كون نعاود لكم القصه ديال هاد الرز، عرفتي تيحمقني. ايوا يا لاله كنت عايشه في ليبيا. المهم الطنجره غنديروا فيها ثلاثة يطرو ديال الماء، باش داك الماء غادي نسقي به الرز وغادي ندير به الخضره وغادي المهم غنفرقوا دابا تشوفي في الوصفه. المهم يا لاله كنت حامله بولدي انس. ايوا تعرضت لواحد العرس في ليبيا، تعرضت ليه. ايوا عرفتيه وانا كنت تنتوحم وما كنتش عارفه راسي تنتوحم. عرفتي حطوا لنا ديك القصعه ديال داك الرز، عرفتي واحد الريحه تتعطي فيه تتحمق. ودوك الناس اللي معايا دايرين الشيكي ولا واكلين في دارهم ولا ما عرفت، دغيا اللي كلا جوج معالق تيحبس. انا سبحان الله العظيم ما بغيتش نشبع، ما عييت ما ناكل. المهم ما شبعتش من داك هذا، تناكل وتنشوف تنقول يا ربي ياكل معايا شي واحد باش حتى انا زعما راه تناكل. عرفتي شنو. المهم في الاخر ما ديتهاش فيهم وبقيت ناكل واخا هكاك بقيت جيعانه من داك الرز. المهم هاد الطريقه هادي راه عمر شي واحد ما وراها لي، انا غير داك التخيلات ديالي طيبت به داك الرز. المهم جا نفس المذاق اللي كليت عند ديك السيده. المهم نرجعوا له. نرجعوا للوصفه ديالنا. انا درت هنا خضيره وغناخذ المرقه من هذا البرمه الطنجره. بالنسبه للخضره هما تيديروا غير بطاطا، انا درت بطاطا وقرعه حمراء وخيزو وشنو درت اخر، صافي درت غير هاد ثلاثه. انا درت قرعه خضراء وقرعه حمراء. ناري وطلع ليا شي ليبيه هنايا وتقول لي في التعليقات راه ماشي هكا. المهم اختي راه الوحم والتخيلات ديالي وش غنقول لك تيجي واعر واعر غزال. قبلوا عليا وما تحكروش.
المهم تناخد المريقة من البرمة اللي فيها اللحم وفيها القديد باش حتى الخضيرة ديالي تنسّم. أنا ما تنخلّطش باش تبقى ليا الخضرة زوينة فهمتي باش الخضرة ما تهرسش ليا وما تعجنش ليا وتتجيني ساهلة حتى فاش تناخدها تجيني ساهلة. المهم بحال الكسكسو تقريبًا غير حنا ما تنديروش مطيشة ديال الحك. غندير شوية د المليحة وشوية ديال العطرية غير واحد شوية. صافي ونسدّو عليها ونخلّي القرعة حتى اللخر. المهم هنايا راه خيزو ديالي طاب غنزيد القريعة. غنخليها واحد وزيدوا فلفلة حارة أنا ما عنديش الفلفلة حارة تجي زوينة فيها. المهم أنا غندير هاد الرز هذا ماشي زوين بزاف ولكن المهم غنعدي به هادشي اللي عندي. كاين بسمتي تيجي حسن هذا حتى هو بسمتي ولكن بشكل داير صعيب شوية. المهم غادي رقدتو في الماء غسلته ورقدته في الماء باش دغيا يطيب ليا. إوي الغزالة تنمشيو للبصلة ديالنا تنزيدو عليها شوية ديال المرقة تناخدو شوية ديال المرقة من البرمة. وشوفوا ديك المرقة شحال فرقناها. المهم باش تيجي فيها داك لوغو ديال داك اللحم. صافي ونخليوها تعسل وطيح بحال شي بحال الدغميرة. إيوا يا الغزالة نمشيو للروز. الروز صفيتو من الماء ديالو. المهم درت فيه شوية ديال البهارات العطرية ديال درت بابريكا تحميرة ودرت 7 بهارات وهذا شوية ديال القرنفل مع المروزية أو اللي عنده البهارات ديال الكبسة يديرهم. عندي 4 المعالق ديال الزيت النباتية باش الرز ما يتعجنش ليا. تنحركو مزيان وندير مليحة. إيوا يا الغزالة خلّيطي وجلّيطي. نخلطو مزيان. خلطوه مزيان باش تدخل فيه ديك العطرية ديالو. صافي ونديرو في هذا نديرو في الكسكاس. ونخليوه تطلع فيه الفورة ونسقيوه بالماء بالمرقة اللي في البرمة. هانتوما غتشوفوا الطريقة. صافي هو طلعت فيه الفورة غادي ناخد من البرمة المرقة وغادي نسقيه. غنسقيه شي 3 المرات ولا 4 المرات المهم حتى نحس بالروز طاب. ويبقى في الكسكاس بلا ما نقلبوه بحال الكسكسو لا. يبقى في الكسكاس ونسقيوه ونحركوه وصافي. المهم البصلة ديالنا هي دابت. غادي ندير ليها نسيت مليحة ما درتهاش درت شوية د الملحة. وغادي ندير شوية ديال القرفة. ها هي القرفة غندير واحد شوية. ونحركها مزيان. غسلت واحد شوية الزبيب وغنديرو فيها والزبيب حتى هو ما كاينش في الوصفة هذا غير إضافة مني. تندير واحد شوية الزبيب عوض السكر. صافي وفي آخر مرحلة تندير 2 معالق ديال الماء الزهر ديال الماء الزهر تندير 2 معالق 2 معالقات ولا معلقة كبيرة وصافي وتنطفي عليها. وهي البصلة ديالنا وجدات.
الرز ديالنا حتى هو وجد، سقيتو شي 3 ولا 4 المرات. المهم باش تعرفوه طايب تتشدو واحد شوية وتديروه هكا بين يديكم، إلا تعجن صافي يعني راه طاب. اللحيمة حتى هي طابت. إيوا نبداو دريساج. ها هو الرز ديالنا ما تعجن ما حتى حاجة وطايب، وواحد الريحة طالعة منو ما نقولكمش، واحد الريحة روعة. صافي وتنحطو دابا غادي نسقي. إيوا شتي الوحم شتي يدير. الصراحة ماكلة الليبيين زوينة، أنا تتعجبني الماكلة ديالهم غزالة. غير جربوها ما تندموش عليها. شتي الرز واخا صعيب ما تعجنش ليا. هو أصلا الرز تيجي مفور ما تيتعجنش. غير نتوما ديما ديروا ديك المعلقة ولا 2 معالق ديال الزيت وصافي. تنديرو البصلة هي الأولى، تنديروها على الوجه، على الوجه ديال الرز. وما تديوش عليا الكاميرا ديالي حولة مصورة غير النص. ما تحكريش الغزالة ديالي انا مزاوقة. المهم نديرو شوية ديال البصلة من الفوق. صافي وتنديرو اللحيمة وتنديرو الخضيرة وصافي. المهم الخضرة تحطوها كل واحد والذوق ديالو وصافي. بصراحة واحد الريحة تطلع غزالة. وها هو الرز المبوخ ديالنا، هما تيقولولو رز مبوخ، حنا رز مفور. المهم هو هذا الريحة يا سلام، والمذاق ما نعاودش ليكم، غزال 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 غزال. نتمنى تجربوه. والى الفيديو القادم ما تنسونيش بالجماجم جمجموا ولا تقصروا.